ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل احلى واسرع فطير شرقي ممكن تعملوه من غير تخمير ولا عجين ولا وقت كتير. مناسب جدا للجو الحر اللي احنا فيه ده. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ مليان بقى بالحشوة وطري وفي نفس الوقت مقرمش من بره زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تحشوه اي حشوة انتوا حابينها. النهاردة عملته بحشوة الفراخ بميكس الجبن. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ تحفة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض. عندي هنا نص كوباية من الزبدة السايحة. ممكن زبدة على زيت وممكن سمنة على زيت زي ما تحبوا. عليها كوباية كبيرة زبادي ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هقلبهم كويس. بعد كده عندي الصينية بتاعتي دهناها كويس بالزبدة او السمنة. هبدأ بقى اجيب جلاش بتاعي. الجلاش طبعا ممكن عادي تكون لفة متقطعة عندكم تمشي جدا. هبدأ بقى ان انا احط اول طبقة كده من الجلاش بتاعي. وابدأ بقى ان انا احط عليها كده ادهن كويس بالخلطة اللي احنا عملناها. وابدأ بقى ارص الطبقات بتاعتي. وما تتضايقوش خالص لو الجلاش اتقطع منكم. عادي جدا. اهم حاجة بين كل طبقة والتانية ندهن دهنة من الخليط بتاعنا. عندي هنا الفراخ بتاعتي فراخ عادية مشوحاها مع ملح وفلفل وبهارات فراخ. هبدأ بقى ارص الخضار بتاعي. عندي فلفل متقطع وعندي زيتون وعندي بقى هنا ميكس جبن اي جبن انتوا تحبوها بس لو في جبنة رومي نقلل شوية عشان بتبقى حادقة. عندي جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر بتبقى تحفة جدا. طبعا ممكن تحشوها سجق بيبقى جميل. هبدأ بقى اكمل رقات الجلاش بتاعتي بالشكل ده كده. بعد ما بخلص كل الكمية بدهن الوش بتاعها بباقي الخليط. وبدخلها على فرن سخن لحد ما تستوي معايا بس ما تاخدش لون جامد من فوق. بعد ما بتاخد لون خفيف كده بطلعها وارص باقي الجبنة بتاعتي والخضار بتاعي زي ما انتوا حابين. ممكن تسيبوها سادة خالص من غير اي جبن على الوش. بدخلها يا دوب بس تاخد وش كده من فوق. بتطلع بقى معايا بالشكل والجمال ده. شايفين بقى الطراوة والطعم مش قادرة اوصف لكم. واكلة سهلة وسريعة ومناسبة للجو الحر اللي احنا فيه ده. مش هتاخد معاكم اكتر من ربع ساعة وتكون جاهزة بالشكل ده. هستناكم بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.